مبدئيا كده يا صديقي، زي ما انت متعود قبل ما نبدا مع بعض في اي تفاصيل، قول لا اله الا الله وصلي على النبي. حط لايك جميل زيك كده، عاوزين نوصل بالفيديو ده 200 لايك وانتوا قدها وقدود. ولو مش مشتركين اتمنى تشتركوا دلوقتي عشان نوصل 35 الف اخ واخت في اقرب فرصه. شكرا جدا للي جاوب الاجابه الصحيحه الحلقه اللي فاتت، ولكن لو عايز اسمك يظهر الحلقه الجايه فحاول تتوقع في الكومنتات اجابه السؤال اللي قدامك دلوقتي دي هي ايه. باذن الله النهارده عندنا عده مواضيع مهمه جدا. هنتكلم على اخر مفاوضات الاهلي مع سون، هنتكلم على الموضوع المهم معانا برضو موضوع رافينيا والهلال وعبد الرزاق حمد الله بيروح نادي جديد بدلا من نادي الاتحاد نادي التعاون. هنتكلم وهندرج في كل ده النهارده، وهنتكلم برضو عن صفقتين جداد الاهلي عملهم. فالفيديو بتاعنا دسم مهم جدا وقوي، فتابع للنهايه وصلي على النبي ويلا نبدا. في خبر سريع كده هنبدا بيه للاهلي وهننهي بالاهلي ان شاء الله. قلت لكم امبارح في الحلقتين اللي فاتوا ان الاهلي بدا ان هو يتطور على مستوى الاداره، اتعاقد مع مساعد مدرب جديد وهو الكسندر هاوزر، اتعاقد مع رئيس العلاج الطبيعي جون فيرن، وتعاقد مع داليا لسيبت رئيسا لقسم الاداء. والنهارده بتفاجئ ان اداره الاهلي ما زالت برضه بتعلن في الصفقات، واعلنت عن صفقتين جداد وهو ليساندرو ايساي وهو مدير للكشافه. ومش بس كده، اتعاقدوا كمان مع رئيس للكشافة وهو هانس جيلوهاوش، برضو رئيس للكشافة اللي كان شغال في نادي اينهوفن الهولندي ومنتخب هولندا وإبردين الاسكتلندي وجنبا اوساكا الياباني، وكمان درس جوه نادي تشيلسي وفي نادي ايدهافن وكمان ارسنال. وعايز اقول لك ان هو سبق ان هو اشتغل مع لي كينجرتون وجون جورلي في نادي تشيلسي الانجليزي، والثلاثه عارفين بعض كويس. فخمس صفقات اداريه الاهلي اعلن عنهم تقريبا في 72 ساعه، بالاضافه لروي جورلي، بالاضافه للي كينجرتون، بالاضافه لماتياس ياسلا. فاعتقد ان الشغل الممتاز شغال واحنا كلنا لامسين الموضوع ده في اخر الفتره، فبتمنى ان شاء الله مزيدا للتطور. هننهي ان شاء الله الفيديو بالاهلي، ولكن تعالوا نتكلم على خبرين اهم من بعض برضه. من ضمن الاخبار المهمه اللي هتكلم عنها النهارده، هتكلم على احد اهم اساطير الدوري. عايز تتفق معايا تختلف محدش، انا بالنسبه لي شايف ان عبد الرزاق حمد الله من افضل اللعيبه اللي جت لعبت في الدوري السعودي. جمهور النصر بقى بيحبه ما بيحبوش، جمهور الاتحاد بيحبه ما بيحبوش، دي مش مشكلتي. عارفين ان عبد الرزاق حمد الله لعب للنصر فتره وكان الهداف التاريخي للنصر. بعد كده النصر قال له والله احنا مش عاوزينك، ومثل آل معمر عمل معاه مشاكل ومش عارف ايه، وشفنا الراجل رايح على نادي الاتحاد من موسمين. بصراحه عمل اداء كويس جدا واخد هداف الدوري السنه اللي فاتت، كان بينافس منافسه شرسه جدا وعدى حتى كريم بنزيما على مستوى الاهداف. ولكن زي ما انت عارف عشان هو لاعب مغربي، وبرضه انا بكلمها لك بصراحه، ناس كتير شايفه ان هو مش زي المحترفين الموجودين، مش زي رونالدو، مش زي متروفيتش، مش زي بنزيما وكانتي وكده. فنادي الاتحاد قرر ان هو هيستغنى بشكل رسمي عن عبد الرزاق حمد الله. وصحيفه الرياضيه النهارده بتنزل خبر رسمي، خبر اكيد، ونادي التعاون بيتفق بشكل رسمي مع المغربي عبد الرزاق حمد الله من نادي الاتحاد السعودي، وان شاء الله يكون لاعبا للتعاون الموسم اللي جاي. بامانه انا شايفها صفقه قويه جدا لنادي التعاون. تخيل معايا عبد الرزاق حمد الله الموسم اللي فات مع الاتحاد اللي كان ناقص له اجانب بنسبه 80 في 90%، والفريق كان بيعاني، قدر ان هو يسجل من 19 ل 20 هدف. فتخيل معايا لو راح التعاون، النادي اللي بيحب الهجوم، النادي اللي عنده شويه محترفين مميزين، ممكن يسجل كام هدف. كمان عايز اقول لك ان عبد الرزاق حمد الله فاضل له 16 هدف ويحطم رقم عمر السومه ويكون هو الهداف التاريخي للدوري السعودي. مش بقلل من عمر السومه ولا حاجه، انتوا عارفين انا بحب عمر السومه، ولكن المنافسه زمان كانت عدد مباريات اقل، كانت الفرق ما فيهاش اجانب اكتر من دلوقتي. فانت كعبد الرزاق حمد الله لعبت للنصر، لعبت الاتحاد، لعبت التعاون، قدرت ان هو تحطم رقم عمر السومه، فاكيد الانجاز ده هيبقى اكبر وافضل بكتير. فعبد الرزاق حمد الله ليه كل الاحترام، واتوقع ان شاء الله ان هو يقدر ينجح مع التعاون، واتوقع ان النادي التعاون اختار اختيار موفق، بدل ما يروح يجيب لاعب من بره بفلوس قد كده، لا عندك اختيار زي عبد الرزاق حمد الله دارس كل الدوري، بيقدر يسجل في كل الفرق بدون استثناء وما بيهموش اي اجنبي او اي فريق. فقولوا لي هل هينجح مع التعاون ولا لا، وقولوا لي هيقدر يحطم رقم السومه ولا الموضوع صعب. الموضوع اللي بعد كده بقى معانا بيخص لاعب البرازيل ولاعب نادي برشلونة الاسباني، اللاعب رافينيا، واللي بيلعب في مركز الجناح اليمين، صاحب ال 27 سنة، واللي عقده هيخلص مع البارسا 2027. الاخبار اللي نزلت يا جماعة اخبار رسمية، اخبار جديدة. واول خبر نزل عن طريق الصحفي برونو اندرادي، قال ان رافينيا هو الخيار الاول للهلال في الصيف، وجوسوس هو اللي طلب اللاعب، والمحادثات مستمرة بقالها اسابيع ما بين الهلال وما بين اللاعب، واللاعب حتى الان مش مقتنع اللي هو ينضم يعني للدوري السعودي في وقتنا الحالي.
ولكن في خبر تاني نزل برضو قال ان الهلال متمسك باللاعب ومتمسك ان هو يوقع من اللاعب، ولكن الاخبار الخارجه قالت ان اللاعب او نادي برشلونه محتاج 90 مليون يورو في الصفقه. وقال المصدر ان الهلال ارتبط اسمه برافينيا من الفتره اللي فاتت دي، ومش بس من دلوقتي، لا من يناير اللي فات في الفتره الشتويه. ولكن موضوع ال 90 مليون هو اللي هيكون فيه ازمه شويه، ولكن الهلال هيدفع بكل قوته الماليه عشان يخلص مع اللاعب. هل الهلال محتاج جناح يمين؟ اعتقد لو انت هتلعب بمالكوم تحت المهاجم، اعتقد انت تحتاج جناح يمين افضل من ميشيل، بالرغم ان الراجل ده الصراحه عمل اللي عليه وزياده وعمل شغل كويس جدا جدا. رافينيا طبعا زي ما انت عارف راح برشلونه في 2022 ب 58 مليون يورو، وقدر في نفس الموسم ان هو يحصل معاهم على الدوري الاسباني. الموسم ده مش من افضل مواسمه من وجهه نظري، 37 مباراه 25 اساسي، قدر ان هو يسجل 10 اهداف ويصنع 11 في 21 مساهمه، نوعا ما ارقام متوسطه. نادي الهلال متمسك بيه، نادي الهلال هيمشي ميشيل زي ما اغلب الناس عارفه و90% مننا عارف، ولكن لو ميشيل استمر انا الصراحه مش هبقى زعلان، وشايف ان هو هيبقى ورقه رابحه، خصوصا ان انت هتلعب بمالكوم في نفس مكانه في مركز الجناح اليمين مع عوده نيمار، ممكن تنزل سالم كصانع لعب، فاعتقد ان امورك هتبقى تمام. ولكن رافينيا اكيد هيقدم لك الاضافه الكبيره، فقول لي رايك. من ضمن اللعيبه اللي انا اتكلمت عليها تقريبا من شهر فات وهو اللاعب الجنوبي هيوم مين سون. قلت لكم ان النادي الاهلي مستهدف اللاعب وان الاهلي بيفاوض اللاعب عشان بنسبه كبيره ماكسيمان ممكن ما يكملش في مركز الجناح الايسر. وحتى النهارده نزلت لكم خبر جديد بفيديو جديد، قلت لكم ساعتها ان نادي فنربخشة التركي بيفاوض ماكسيمان، والصحافه التركيه اتكلمت وقالوا ان هم داخلين مع ماكسيمان في مفاوضات جاده، بالتالي ان النادي الاهلي هيحتاج يجيب سون في مركز الجناح الايسر او اي لاعب تاني شاب صغير في السن يقدر يؤدي المركز ده. ولكن الاهم ان هو يكون افضل من ماكسيمان على مستوى الاداء ومستوى التسجيل. قلت لكم قبل كده ان الاهلي مهتم بسون وفي اخبار رسميه على الموضوع ده، فمفيش اي جديد في الموضوع. طبعا الكوري سون من افضل الاجنحه اليسار اللي موجوده في العالم، ومحدش فينا يختلف ان هو ركيزه اساسيه مع نادي توتنهام الانجليزي بعد ما جالهم في 2015، يعني تقريبا من 9 سنين. الموسم ده موسم مميز جدا لسون، لعب فيه 36 مباراه، 34 كان اساسي، ساهم ب 27 هدف، سجل 17 وصنع 10. مع المنتخب الكوري 12 مباراه في اسيا وفي التصفيات سجل 10 اهداف وصنع هدف. كل ده جميل، ولكن التطورات الاخيره يا احمد، هل سون جاي ولا مش جاي؟ الاخبار الاخيره بتقول في خبر حصري كده شخص نزله او مصدر نزله، قال الخبر ده لجماهير الاهلي والاتحاد، اكتر ناديين محتاجين سون. قال في رئيس نادي توتنهام الانجليزي طلع تصريحات جديده وتصريحات يعني حصريه، قال ان سون هيون مين وموضوعه ان هو يروح الدوري السعودي. قال ان سون مستمر في توتنهام بنسبه 100% الموسم اللي جاي، وقال ان هو هيرفض رحيله للدوري السعودي، وقال كمان ان هو هيجدد عقده لمده موسم او موسمين عشان يكون سون مستمر مع توتنهام لفتره كبيره، ويكون هو نجم الفريق الاول بعد رحيل هاري كين، واكيد هو نجم الفريق الاول حاليا بعد رحيل هاري كين. فاعتقد ان سون والاهلي الموضوع صعب شويه. يمكن قلت لكم قبل كده نبذه مختصره عن الموضوع ده من فتره، قلت لكم الموضوع صعب، ولكن النهارده الموضوع ده بيتاكد. فقول لي افضل جناح ايسر بدل من سون الاهلي وقع معاه، وهل انت مع استمرار ماكسيمان ولا لا؟ ففي النهايه لو عجبك الفيديو اعمل لايك وصلي على النبي وسلام.